كنت بعمل نفسي مصاب علشان أهرب من تمارين الواحد ضد واحد، مش علشان كنت كسلان، لأ، كنت خايف. كل مرة الكابتن بيصرخ ويقول واحد ضد واحد، بطني كانت بتتلوى. كنت عارف إني هخسر الكورة. كنت حاسس إن كل الناس هتحكم عليا. زمايلي بطلوا يثقوا فيا، وأنا كمان بطلت أثق في نفسي. أنا ما كنتش بطيء ولا ضعيف، أنا بس ما كنتش عارف أعدي مدافع. كنت بفكر في كل تفصيلة بزيادة. كنت متلخبط، حاسس إني عالق، شبح في وسط الفريق، مجرد لاعب عادي. لحد ما حاجة جوايا اتغيرت. فيديو واحد، فكرة واحدة، وأسبوع واحد. بدأت أتمرن بشكل مختلف، مش أكتر، لأ، أذكى. وفي 7 أيام بس كل حاجة اتبدلت. فجأة بقيت بطلب التمرين اللي كنت بهرب منه. الفيديو ده مش استعراض حركات فاضية. أنا هفرجك على الطريقة، العقلية، والعادات اللي حولتني من لاعب متوتر وسهل التوقع لواحد واثق صعب يتوقف. بصراحة، الواحد ضد واحد كانت فخ بالنسبة لي. كل مرة أخسر الكورة، مش بس اللعبة بتبوظ، ثقتي في نفسي كانت بتتكسر. كنت حاسس بنظرات الحكم من الكابتن، زمايلي، وحتى نفسي. الكور بقت متوصليش. بقيت الاختيار الآمن، اللي ميتعتمدش عليه وقت الزنقة. والأسوأ، بدأت أصدق الكذبة، إني مش اتخلقت علشان أعدي حد. بس اللي اكتشفته، المشكلة ما كانتش في الموهبة، كانت في النظام. طريقة التدريب اللي تخلق ثقة حقيقية في المراوغة. اليوم الأول، رجعت للأساسيات، صورت نفسي وأنا بدرب، وكانت كارثة. شكلي غريب، لمس الكرة عشوائي، مفيش إيقاع. فقلت أبدأ من تحت. تمارين كونات ضيقة، مساحات صغيرة، كل خطوة بحساب. وحطيت قانون: 1000 لمسة قبل ما أسيب الملعب. مفيش أعذار. رجعت البيت جسمي بيموت من التعب، بس لأول مرة حاسس إني ببني حاجة حقيقية. نصيحة: صور نفسك، هتلاحظ حاجات ولا مدرب هيقولك عليها. اليوم الثاني والثالث، عادة رفع الرأس أكبر مشكلة عندي. كنت بلزق عيني في الكورة، مش شايف المدافع ولا الزميل ولا المساحة. فقررت أتحدى نفسي. رقمت الحيطان، خلت أصحابي ينادوا ألوان، وأنا بمرن لازم أقولهم وأنا شايف الكورة. في الأول لخبطت كتير، بس بعد يومين دماغي اتبرمجت، وبدأت أشوف الملعب بشكل مختلف. كل حاجة بقت أبطأ، وأنا أسرع. اليوم الرابع، دخلت الفوضى. التمرين الوحداني نظيف، بس الكورة وسخة. دخلت عشوائية، وقت، أوامر مفاجأة، تمارين بجنون. في تمرين كان عندي 10 ثواني أعدي 3 كونات بحركات مختلفة. واحد تاني، لازم أغير اتجاهي بأمر فجائي. الدنيا كانت فوضى، وعشان كده بقيت جاهز لأي لحظة فوضى في الماتش. اليوم الخامس، 3 حركات تكسب. بطلت أدور على حركات واو من اليوتيوب، واخترت 3 بس: حركة الجسم لاكروكيتا، خدعة الكتف بسيطة، سريعة، فعالة. بس مش كفاية أعرفهم، كنت بتمرن على إمتى أستخدمهم. المدافع لازق، خدعة جسم، رجع ورا، خدعة كتف وهرب. المهارة مش بس في الأدوات، في التوقيت. اليوم السادس، اتعلمت من الكبار يوم كامل، بس بشوف ميسي، نيمار، فينيسيوس، بس مش بتفرج، بحلل. وقفت الفيديو، رجعت، قلت، ببص على رجلهم، زاوية جسمهم، حركة العين. كررت حركة 20 مرة لحد ما دخلت في جسمي. مفيش جمهور، مفيش ضغط، بس في استيعاب. نصيحة: ما تتفرجش على الأهداف، شوف إيه حصل قبل الهدف. اليوم السابع، التطبيق الواقعي. مفيش تمارين، مفيش عزل، واحد ضد واحد، تحديات حقيقية، كاميرا بتصور كل حاجة. وأول مرة، مفيش تفكير، كنت بلعب بثقة. عديت، مش علشان أنا ساحر، بس علشان كنت جاهز، كنت شايف، وكنت واثق. الختمة دلوقتي لما بلاقي مدافع قدامي، ما بقفش، بضحك، علشان عارف إني مستعد. لو حاسس إن المراوغة مش لعبتك، أنا كنت مكانك. بس الموضوع مش موهبة، الموضوع إزاي بتتدرب. ابدأ تحدي ال7 أيام، وابدأ تبقى اللاعب اللي جواك.